السلام عليكم. فيديوهين كده بقى فرفشه وضحك على السريع كده للناس متابعينا الاعزاء. الاولاني مجدي مقشه بيهاجم الكابتن محمود الخطيب بعد ما قرر ان هو يترشح على انتخابات مجلس اداره نادي الزمالك نادي الاهلي كرئيس للنادي الاهلي والقائمه بتاعته اللي ضمت طبعا ياسين منصور نائبا وطبعا عضويه سيد عبد الحفيظ اللي هيكون مسؤول عن ملف كره القدم بالكامل. طبعا الكابتن محمود الخطيب كان لظروف الصحيه كان اعلن ان هو لن يترشح لرئاسه نادي الاهلي، ولكن طبعا احنا شفنا كلنا اعضاء الجمعيه العموميه ومطالبات كتير من رموز النادي الاهلي للكابتن محمود ان هو يستمر. وكمان بكل امانه النادي الاهلي محتاج الكابتن محمود الخطيب. هو طبعا عاد عوده مشروطه، يعني هو مترشح ترشح مشروط ان بعض المهام الاساسيه ليه عشان عدم تعطيل القرار هتكون لياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، وهو هيكون له بعض القرارات المهمه عشان طبعا ما يحصلش تعطل للقرارات المهمه زي ما كان قبل كده بيستنوه في المجلس الحالي. تعالوا نسمع مجدي مقشه وبعد كده معانا فيديو قوي جدا لرضا عبد العال هنسمعه ونضحك مع بعض. اتراهنت معاه ان الكابتن خطيب هيرجع في كلامه وهيرشح نفسه في انتخابات النادي الاهلي. هو كان مصمم، هو على فكره يعني قريب جدا وله بصمات يعني بصمات كثيره من حبه في النادي الاهلي. هو مش بيحب النادي الاهلي، النادي الاهلي بالنسبه له عشق. صديقي ده اللي انا اتراهنت معاه، النادي الاهلي بالنسبه له عشق وكان يعني خلاص يعني متاكد ان الكابتن محمود الخطيب مش هيرشح نفسه في الانتخابات القادمه. وانا راهنته، قلت له ان الكابتن محمود الخطيب هيرشح نفسه في الانتخابات القادمه، وده يمكن ده والرهان كنت عايز اراهنه على مبلغ كبير، لكن هو رفض. واضح ان هو ما كانش متاكد، لكن رفض وخلاها على عشاء، وعشاء العدد هو ينقي العدد اللي هو عايزه وانا انقي العدد اللي هو عايزه. في حاله لو هو كسب هو ينقي العدد اللي هو عايزه، لو انا كسبت انقي العدد اللي انا عايزه. فبالتالي هنقي العدد اللي انا عايزه وهغرمه الجلد والصقر. هو صحيح، بس قبل ما منتخب مصر، هو انت لبست نبارو ليه فانيلات بايرن ميونخ؟ عشان الراعي ما يعني قعد يرقصنا لغايه اخر يوم وما جابش. لعبه تلعب رياضه؟ لا ما ينفعش العب رياضه ازاي؟ فاحنا خدنا الطقم ده وحطينا البادج بتاع نبارو على وعلى فكره اتبعت لنا فاكس من بايرن ميونخ بيقول لك انت بتتريق، اقسم بالله زي ما بقول لك كده. وبيقول لك عادي ومفيش مشكله واحنا هنعمل معاكم توأمه وبتاع وده شرف لينا ان انتوا بتلبسوا فانيلاتنا فعلا؟ بقول لك والله اقسم بالله زي ما بقول لك كده. فاكس النادي نبارو. انت كنت متخيل ده يلقى صدى بالشكل ده؟ لا طبعا. ولا في دماغك اصلا؟ لا طبعا. هات لي يا ابني الفانيلات بتاعت الفرقه دي لبسها للرجاله والرجاله دي وقال لك البسوها مفيش اي مشكله وهنعمل معاكم توأمه ولو في عندكم لعيبه هناخدها. طبعا مش هعلق كتير على موضوع مجدي عبد الغني والكابتن محمود الخطيب، لان مجدي عبد الغني معروف دايما ان هو بيكره الكابتن محمود الخطيب وعنده نوع من الحقد على الكابتن محمود الخطيب كرمز من رموز النادي الاهلي. مجدي عبد الغني شخص متسلط ما بيحبش الا نفسه فقط، نفس عينه مصطفى يونس. ومش عيب ابدا ان يكون في ناس لعبوا في النادي الاهلي وما صنوش حبهم للنادي الاهلي او ما كانوش بيحبوا النادي الاهلي، كانوا بيحبوا نفسهم فقط، ما كانوش مخلصين. في كل مكان بتلاقي كده، ونفس نوعيه محمد عماره وبعض الشخصيات كده. ورضا عبد العال ما هو لعب في النادي الاهلي قبل كده وبيطلع يهجص زي الهجصه اللي انتوا شفتوها من شويه. وطبعا انا جبت لكم قبل كده فيديو للاعب طنطا السابق والمصري والشرطه اونش اللي هو كان اتكلم عن رضا عبد العال كمدرب وقال ان هو لا يصلح للتدريب وما عندوش اي فكر تدريبي. طيب النقطه المهمه اللي انا عايز اتكلم معاكم فيها يا جماعه موضوع نادي الزمالك، عشان تكونوا عارفين كل الهيصه اللي حصلت دي. الكلام ده معروف من زمان، ولكن كل الهيصه اللي حصلت دي عشان ان الدوله ترجع لهم ارض اكتوبر ويبداوا عمليه السرقه والنهب فيها تاني والتدعيم المجاني والدعم المجاني والكلام ده كله.
موضوع ان الخزينه خاويه وموضوع ان مفيش فلوس ده موضوع معروف من زمان، ومعروف ان مفيش موارد للزمالك، ومعروف ان الزمالك عليه مديونيات للاعبين زي عبد الحميد معالي وجوميز وجروس اللي هو كان ماسك قبل كده. يعني كل الموضوع ده قديم ومعروف قبل كده، لكن هم دلوقتي عاملين حمله لهدفين. الهدف الاولاني ان هم الهاء الجماهير عن تراجع نتائج النادي في دوري كرة القدم، بداية من التعادل مع الجونة والهزيمة من الاهلي والكلام ده كله، 7 نقاط فقط في اخر 3 مباريات، وابتعاد الزمالك بنسبة كبيرة عن المنافسة على بطولة الدوري، لان طبعا احنا عندنا الاهلي ناقص مباراة وهيتقدم بالفوز، والزمالك المرة الجاية الجولة الجاية هيكون بايظ مش هيلعب، وبالتالي هيتفوق النادي الاهلي، وعندنا سيراميكا اقل مباراة من الزمالك، ووادي دجلة اقل مباراة من الزمالك، وطبعا بيراميدز اقل مباراتين. كل الفرق دي هتفرق عن الزمالك، وبالتالي النتائج هتتراجع وترتيبه هيتراجع وهيبتعد عن منافسة الدوري. النقطة الثانية بقى ودي مهمة جدا، الحقيقة موقف الزمالك في الصياح والزملكاوية في الصياح على المديونية والارض دي بيشبهني كده بالمؤاخذة يعني الستات اللي بيشحتوا في الشارع، تلاقيها تقعد تحكي لك ان هي عندها امراض الدنيا وعندها فشل كلوي وعندها اشاعات ومطلوب مش عارف ايه عشان تصعب عليك وتديها. الزمالك ورموز الزملكاويه بيعملوا كده دلوقتي، بيقول لك احنا مديونين لطوب الارض والخزينه خاويه والارض، كل الكلام ده عشان الدوله ترجع لهم ارض اكتوبر. ما هم لقوا نفس موقفهم ضعيف، ما فيش موقف قانوني، ما عندهمش اوراق قانونيه، عرفوا ان هم مدانين، فبداوا شغل الصعبانيات اللي انتوا عارفينه ده عشان الدوله تتدخل وتديهم ارض 6 اكتوبر تاني وتبدا عمليه النهب تاني. الارض دي يا جماعه تم بيع جزء منها بشكل استثماري، يعني لغير الغرض المخصص ليه اصلا، وبالتالي كان وزاره الاسكان لها حق ان هي تسحب منهم الارض بعد ما ادتهم اكتر من مهله. ولكن الزمالك لقى ان فرصه ان هو يقسم الارض ويبيعها تدخله دخل كبير ويبقى مشروع استثماري، وبالتالي يفك ازمته، فمعتمد كل الاعتماد دي على ارض 6 اكتوبر. تخيل نادي المفروض ان هو بيعملوه من انديه القمه وبيزقوه بالعافيه كده، بيحشروه مع انديه القمه، وبالتالي رابط مستقبله وراهن مستقبل النادي كله على ارض، ما عندوش موارد تانية غير الارض. النادي تم سرقته بانتظام لدرجه انه اصبح لولا مسانده الدوله كان نادي الزمالك دلوقتي يتساوى مع اي فريق من فرق القاع. زي ما يكون في طالب كده عندك في الفصل، طالب لا مؤاخذه بريد ضعيف ما بيفهمش حاجه، لكن اهله لهم واسطه وناس واصلين فبيحاولوا يزقوه دايما يدخلوه مع الاوائل، دايما كده يحشروه مع العيال الاوائل بالعافيه كده، المهم ان هو يظهر في الصوره. هو ده اللي بيحصل دلوقتي من الدوله مع نادي الزمالك، لكن للاسف ده مش هيساعد نادي الزمالك كتير. لو ساعده مع الوقت المسؤولين بتتغير، ومش هيفضل المسؤول الزملكاوي في منصبه دايما، وبالتالي لو ما كانش الزمالك يقف على نفسه على رجله بنفسه ويساعد نفسه بنفسه، مع الوقت الزمالك هيقع حرفيا وهيواجه مصير الانديه اللي خرجت من الدوري الممتاز وما رجعتش، زي البلاستيك والسكه الحديد والانديه اللي كانت مشهوره زمان دي.